السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين وشوفنا يعني ايه ميك اب ارتست، صح؟ بس طبعا اللي احنا ما شفناهوش واللي انا هفرجكم عليه جديد النهارده في حاجة اسمها الميك اب ارابيسك. ايه هو الميك اب ارابيسك ده؟ تعالوا نشوف مع بعض. هو ده الميك اب ارابيسك. اللي مش عارف يعني ايه ميك اب ارابيسك، هو فن للزخرفة على الاخشاب باشكال اسلامية متعددة، وزي ما احنا شايفين الاستاذ اهو بينقرش وشه. الموضوع مش مفهوم بجد خالص. الجو العام في حاجه مش صح، في حاجه مش مظبوطه. اولا دي موسيقى اللي هو حاططها، انا ما غيرتش الموسيقى اللي هو حاططها. دي موسيقى كده تحسها موسيقى رمضانيه، اجواء يعني مش فاهم، اجواء رمضانيه كده في عبث ارابيسكي بيحصل، فمش مفهوم. ما علينا. المهم اهو بيطرقع انبوبه فيوزدين او انبوبه كينا كومب تقريبا على وشه اهو، بيفضي الانبوبه كامله وبيدعك وشه بيها. مش مفهوم برضو ليه ده، تسلخات الجو مش عارف. عندنا كمان هتلاقي تعبيرات الوش مش مفهومه خالص، تحس انه مش سالك. يعني بتحس كده اول ما تبص له في مفيش سلكان، في مشكله، يعني في حاجه كده مش صح. مش الموضوع مش لمجرد ان هو طالع يعمل ميك اب ارابيسك بس، لا، الموضوع وراه مغزى او هو عايز يقول رساله لحد. بصوا النطره اللي بينطرها لودنه، انا مش عارف ودنه زعلته في ايه بجد عشان يعملها المعامله دي، بس يعني anyway هي ودنه، ذنبها بقى تشيل ذنبها. بعدين مش عارف ليه اللي لابسه ده، انا يعني هو فانيلا حمالات، بس ده بعد ما انا قعدت اتفرج على الفيديو اكتر من مره. انا الاول مره شفت الفيديو حسيتها كده مريالة مطبخ ملبوسه على اللحم، معرفش ليه انا شفتها كده اول مره. بصوا النظره، بصوا النظره اللي هو بيبصها لنا. انا مش عارف هو بيعمل ليه في وشه كده بالمنظر ده، انا مش عارف يا جماعه. دي حاجه كويسه وتخوف في نفس الوقت. اول ما تبص له كده انت ما انتش قاعد مرتاح كده، يعني مش مرتاح. زي ما احنا شايفين اهو بيدق كفته على راسه اهو، بيدقها داير ما يدور كده عشان يتاكد ان هي اتهرت من جميع الجهات. وبعدين في ضربتين ضربهم على صدره كده في النهايه، معرفش او عايز يوصل المسج مثلا، فبيقول ان خلاص اهو. انتوا قولوا بقى رايكم بقى، يمكن قصده ايه بالضربتين دول، شوفوا انتوا، انا معرفش. بس عامه انا بالنسبه لي كل الدعم لاول ميك اب ارابيسك عندنا في مصر. بالتوفيق يا رب.